نيت تفرقعت الموجه ديال الراب في المغرب، تفرقعت بداك الراب الجريء الزنقاوي مثلا الاستوديو، الاذاعات، الانتاج، التوزيع، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. ميدلز كاين الناس فيها تبارك الله عليهم يعني فنانه بمعنى الكلمه. هو ديجيتال عاود راه كيبقى ديجيتال، راه الواقع راه حاجه اخرى. مثلا انك تغني في اطار رومانسي ولا في اطار على البنات كانت شي حاجه اللي مستحيله بالنسبه للراب. ولا مثلا واحد غادي يبغي يبدا باركور في كازا، ماشي بحال كنت في ميدلز. اي حاجه بغيت دير او باراليل مع القرايه. ما نبقاش نبقى غير الكلاش هو داخل في الثقافه ليبوب. مره كاين اللي كتعطى لهم واحد الحياه بيرفكت في السوشيال ميديا، وكيصحاب لهم بلي هذيك هي الحياه الحقيقيه. الاغنيه ما قبل الاخيره ديالك درتي واحد الكلاش اللي ربما المتصفي غادي يقول كلاشيتي شي واحد شخصي منهم انا. كتبان لي دابا بطريقه غير مباشره لان غير معقد، انايا مريض، انا غير مزير في خاطري من جهه فهمت المكانه ديالها، ورجع الاستاذ للمكانه ديالو، ترجع المدرسه للمكانه ديالها، وترجع التربيه للمكانه ديالها، لان بدينا كنشوفوا واحد الانحلال الاخلاقي اللي غادي بزاف للهاويه مؤخرا.